مين يا حبيبي اللي مسيطر في البيت؟ ماما. ايه رايك في الرجاله اللي مش مسيطره؟ لا انا ما اعرفش ازاي بيبقوا عايشين اصلا وماشيين على الارض. الله ينور عليك يا بسام. صح صح كلامك مظبوط. غريبة. متجوزين بقالكوا قد ايه؟ حوالي 6-7 سنين كده. 6-7 سنين. أيوة. عايزين نعرف منك ازاي الراجل يكون مسيطر جوه بيته. والله الراجل لازم يكون مسيطر كده جوه البيت من اول ما يتجوز، يذبح لها القطه. انا كمان اول ما شفتك قلت ما شاء الله. ويخش كده يقول لها الفرمانات اللي هتمشي عليها طول فرمانات. الوقت. طبعا اول ما يرجع من الشغل لازم تقلعه الجزمه وتحط له الاكل الواد ده طول بعرض عشان ياكل، وتحضر له الحمام. ايه ده انت عملتش كده ليه اصلا؟ انت ما عملتش كده. يا نهار اسود. مفيش الكلام ده. يعني ايه يعني؟ انت ما عملتش الكلام ده؟ لا لا خالص، انا اللي مسيطره وانا كل الامور في ايدي انا. مسيطرة بمشيك ماستر. وانا اللي بنصح كل ست انها تمسك هي زمام الامور وهي اللي تسيطر. مين اللي حرك الدينامو؟ الراجل انت تعملي له يعني مهامه، انت بتقولي له يعمل كذا ويشيل كذا يلبس كذا كده. احنا ليه عايشين في الكوكب ده؟ ده هو طفل صغير اصلا ما يقدرش ياخد القرارات دي بنفسه. انت يا ابراهيم انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ انت ما بتاخدش القرارات دي وايه يا استاذ البيتاوي؟ لا هو المفروض ان الراجل يعمل كده. انت بس مالك ليه؟ ما تشيل مالك.